اهلا بيكم، معاكم هبه من قناه كوني مبدعه مع هبه. النهارده ان شاء الله هنعمل سوا الخاتم ده زي ما انتم شايفينه كده. الخاتم ده ينفع تعملوه باي مقاس وهو زي ما انتم شايفين هو شكله شيك وحلو قوي في اللبس بصراحه ورقيق، وهينفع قوي كمان مع الجينزات. طيب خليني نخش في الحاجات اللي احنا هنحتاجها على طول. انا كنت اول حاجه عملت بيها الالوان اللي انا عملت بيها الخاتم ده، ويمكن بس لونه افتح شوية في التصوير عشان الإضاءة. انا اخترت اللون ده لون بينك، واخترت اللون الاخضر. انا بس عشان ما اعملش واحد تاني ويبقى نفس اللون، انا هنا كان عندي بقية خيط جنجا ازرق في زيتي في لون اللي هو الاوف وايت ده. اظن ان انا هستخدمه في شكل الخاتم والفروع ديت. وفي شكل الوردة نفسه انا عندي هنا لون تاني تركواز، ممكن استخدمه برضه، هيليق مع الحاجات الجينز قوي. طيب هحتاج ايه معايا؟ هحتاج معايا ابرة كروشيه 3.5 مليمتر، وهحتاج معايا ابرة تنظيف اهي تكون فتحتها من هنا عريضة عشان يعدي منها الخيط، وهحتاج معايا كمان مقص. طيب اول حاجة انا هعمل ايه؟ انا زي ما قلت لكم احنا هنبتدي بغرزة البداية. غرزة البداية بنعملها ازاي؟ بتلف الخيط كده حوالين صباعينك، تخشي من تحت اول طرف ده، بتاخدي الخيط وبتسحبيه وبتمسكي طرفين الخيط بتشدي، انت كده عندك غرزة البداية او عقدة البداية. طيب انا بالنسبة لي الخاتم الاولاني كنت عاملاه كان 12 غرزة. انتي بتقيسي، انتي بتعملي الغرز وبعدين بتقيسي السلسلة حوالين اي صباع انتي هتلبسي فيه الخاتم، وبتشوفيه وبتكون الغرزة خليها مظبوطة، وما تحاوليش ان انتي تشدي الخيط، لا يبقى مشدود ولا يبقى واسع. طيب هعمل ايه؟ انا هنا طبعا الخيط ده شوية رفيع عن الخيط التخين ده، بس اظن ان هو نفس عدد الغرز، لان هي نفس الابرة اللي انا استخدمتها في المرة الاولانية. هعمل ايه؟ هعمل 12 عقدة، 1 2 3 4 5 6. تلفي الخيط وبتطلعي 7 8 9 10 11 12. طيب بعد ما عملت 12 واحدة هعمل ايه تاني دلوقتي؟ هبتدي ان انا اخش في اول غرزة انا عملتها اهي، هدخل الخيط وهاخد غرزة منزلقة كده. انا بيبقى عندي لفتين على الخيط اهو، باخد منهم الخيط وبطلع مرة واحدة. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انتوا شايفين الغرزة اللي انا خدت منها غرزة المنزلقة واضحة، هي اوسع غرزة فيهم. هاخد بس غرزة واحدة بس، وبعدين هعمل غرزة نص عمود. غرزة نص عمود بتتعمل ازاي؟ بتلف الخيط حوالين الابرة لفة واحدة بس، هخش من نفس المكان اللي انا طلعت منه من الغرزة، وهطلع بيه الخيط اللي معايا. هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، هاخد الخيط هلفه لفة كمان وهطلع من التلاتة مرة واحدة، ودي هتبقى اول غرزة نص عمود انا هاخدها. هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اخش في اللي بعديها على طول، هاخد الخيط لفة برضو على الابرة اللي معايا، بس اعدل السلسلة اللي معايا، ايوه. وهبتدي اخش في الغرزة اللي بعديها بنفس الطريقة، هاخد الخيط واطلع، وبعدين هاخد الخيط واطلع من التلاتة اللي معايا، بلف لفة، بخش في الغرزة اللي بعديها، باخد الخيط واطلع، سوري، باخد اهي، باخد الخيط وبطلع، وبعدين باخد الخيط وبطلع من التلاتة اللي بعديهم. طيب المفروض ان انا هكمل بنفس الطريقة. انا هنا خدت 12، دول 12 غرزة، هيفضلوا 12 غرزة زي ما هم. هكمل بنفس الطريقة وهرجع اوريكم هنعمل ايه. انا هنا عندي كملت ال 12 غرزة كلهم بنفس الطريقة. اول غرزة نص عمود انا عملتها انا هدخل فيها اهو بنفس الطريقة دي، وهاخد غرزة منزلقة، هاخد وهطلع من الاتنين مرة واحدة، دي غرزة منزلقة. دلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي زي ما انتوا شايفين ابتدى شكل الخاتم يبان معايا. انا كده فاضل لي دور واحد كمان وهبقى خلصت الشكل بتاع الخاتم نفسه، هو ان انا هاخد غرزة منزلقة في كل غرزة انا عملتها، كل غرزة نص عمود بنفس الطريقة كده، 2 كده، 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 ودي هتبقى اخر غرزة عندي. طيب هعمل ايه بعد كده؟ انا كده خلاص كملت ال 12 غرزة بتوعي بنفس الطريقة. هبتدي ان انا اطلع بثلاث غرز سوري 4 غرز، 1 2 3 4. دلوقتي انا بعمل ايه تحديدا؟ انا بعمل الجزء اللي هو بتاع الفروع بتاعة الوردة اللي من هنا دي كده. انا طلعت ب4 غرز. هعمل ايه؟ هسيب اول واحدة اللي هي فيها اللفة دي، هخش في اللي بعدها على طول وهاخد غرزة منزلقة. اوكي. وفي الغرزة اللي بعدها على طول اللي هي هتعتبر تالت غرزة هاخد غرزة عمود بلفة اهي كده. هطلع هاخد الخيط واطلع من اول 2 وبعدين هاخد الخيط واطلع من الاتنين التانيين. هيبقى عندي اخر غرزة تحت هنا هدخل فيها وهاخد غرزة منزلقة. طيب كده انا عملت زي ما انتوا شايفين. خليني بس اوريكم عشان هو كده مش باين. كده انا عملت اول واحدة اللي هي الجزء بتاع الورقة بتاعت الشجر اللي بتبقى من الجنب. طيب هنكمل ازاي علشان نعمل الورقة اللي هتكون من الناحية التانية؟ انا هنا عندي الخاتم بتاعي اهو. انا هنا دي اول غرزة نص عمود انا طلعت بيها. هخش وهطلع من وراها من الغرزة نفسها اهي. الغرزة انا تحت منها هطلع من وراها. سوري الغرزة اهي. انا هطلع كده اهي من وراها كده بالظبط. هاخد غرزة منزلقة وهقفل تمام. وبعدين هبتدي ان انا اخليني الناحية التانية. هدخل في اي غرزة من الصف التاني من هنا. اي غرزة من الصف التاني اهو وهاخد غرزة منزلقة. اوكي. انا كده عندي بتاعة الورقة اهي وهبتدي ان انا اشتغل في الناحية التانية. انا كده بقيت الناحية التانية زي ما انتم شايفين. هعمل 4 غرز 1 2 3 4 اهو 4. همشي بنفس الطريقة. مش هشتغل في الغرزة اللي انا شغالة فيها دي، لا هخش في اللي بعدها على طول. هاخد غرزة منزلقة اول واحدة وبعدين تاني واحدة غرزة عمود بلفة اهي كده. واطلع من اول 2 والف الخيط واطلع من الاتنين التانيين وبعدين في اللي بعدها على طول هاخد غرزة منزلقة تمام. وبعدين في الغرزة اللي جنب الغرزة اللي انا طلعت منها بال4 دول هاخد غرزة منزلقة عشان اقفل الشغل بتاعي ما يبقاش فيه شكل فرق اهو. زي ما انتوا شايفين هو ده الشكل اللي هيطلع عندكم. هاخد بس غرزة واحدة هسحب الخيط وهقص الخيط اللي معايا وفي الاخر هنبقى ننظف الشغل بتاعنا على مهلنا. ده تحديدا الشكل اللي هيطلع معاكم. يعني بس ارجع الخيط ده ورا اهو. في المرحله دي تقدري تقيسي الخاتم بتاعك وتشوفيه مناسب لحجم صباعك ولا لا. انا هنا كده عشان هو نفس المقاس التاني فهو مناسب لحجم صباعي. هبتدي بقى اشتغل في الورده بتاعتنا. هوريكم هنشتغل في الورده ازاي. طيب انا هنا معايا الدرجة التانية من اللون. هعمل فيها ايه؟ هعمل نفس القصة. هاخد غرزة البداية بتاعتي وهبتدي ان انا اطلع ب10 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
طيب دول دلوقتي كده انا عندي اهي سلسله مكونه من 10 غرز. هعمل ايه؟ نفس القصه، مش هشتغل في نفس الغرزه دي اللي انا شغاله فيها، لا انا هخش في اللي بعديها على طول اللي هي هتكون دي. اول حاجه هعملها هو ان انا هاخد غرزه منزلقه، دي اول واحده. تاني واحده هدخل واخد طرف الخيط وهعمل غرزه مفرده اهي، تمام. وبعدين هدخل في نفس الغرزة هي لتالت مرة وهاخد غرزة منزلقة. دي كده هتبقى اول حاجة في الوردة بتاعتي اللي هو بيكون القلب بتاع الوردة. بعدين هعمل ايه؟ الغرزة اللي بعدها على طول هبتدي ان انا ادخل فيها اهي وهاخد غرزة مفردة، اوكي. بعد كده هاخد فيها هي غرزة عمود بلفة، اوكي. اللي بعديها على طول هاخد فيها غرزة عمود بلفة، تمام. هي نفس الغرزة برضو هاخد فيها غرزة مفردة، وهفضل ماشية بنفس السيستم لحد قبل اخر 3 غرز، وهقول لكم هنعمل فيهم ايه. هكمل بنفس الطريقة. اللي بعديها على طول هتبقى غرزة مفردة، وبعدين غرزة عمود بلفة. اللي بعدها هتبقى غرزة عمود بلفة، وفيها هي غرزة مفردة. بعدين هنا غرزة مفردة وغرزة عمود بلفة. طبعا زي ما انتوا شايفين هو الشكل ابتدى يترسم عندي اهي زي فتلات الوردة بالظبط. هعمل ايه؟ انا قلتلكوا اخر 3 ادي 1 2 3 اللي فاضلين هعمل فيهم ايه؟ هعمل غرزة عمود بلفتين. انا بلف الخيط مرتين حوالين الابرة، بعدين بخش في الغرزة نفسها، باخد اول مرة وبطلع، بعدين باخد الخيط وباخد من اول 2، بعدين اخد الخيط تاني واطلع من تاني 2، واخد الخيط تالت واطلع من اخر 2. هعمل نفس الغرزة دي مرتين كمان اهو، باخد وبطلع سوري، بلف الخيط مرتين، بعدين بدخل اول مرة وبطلع بالخيط، وبعدين بدخل تاني مرة وبطلع بالخيط من 2، بعدين باخد الخيط وبطلع من الاتنين التانيين، وبعدين باخد الخيط وبطلع من اخر 2. اخر واحدة معايا نفس الموضوع اهي. بعد كده هاخد كده انا هشتغل في الغرزة اللي بعديها، هاخد غرزة عمود بلفة اهي، وبعدين غرزة مفردة. هيبقى عندي اخر غرزة هنا خالص هدخل فيها وهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وهاخد غرزة واحدة هسحب الخيط. خلي بالك حاولي ان انت تسحبي كمية خيط معقولة علشان انت بعد كده هتخيطي الوردة بتاعتك في الخاتم اهو. ده الشكل اللي طلع عندي في الاخر زي ما انتوا شايفين اهو، شكل الوردة اهي كده، هو ده الشكل بالظبط اللي انا محتاجاه. كل اللي انا هعمله دلوقتي ببواقي الخيط بتاعتي اللي هنا دي هبتدي ان انا اثبت الوردة بتاعتي في نص الخاتم اللي عندي. هثبت الوردة وهنضف بقية الخيط وهوريكم الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. دلوقتي انا عندي الخاتم بتاعي خلص اهو. طبعا كل واحد بقى وذوقه، الالوان اللي انتوا تحبوا ان انتوا تعملوها تقدروا تعملوها. زي ما قلت لكم ده اللون الاخضر بتاعه مختلف عن ده غير ان انا هنا استخدمت لون التركواز، وهنا اللون التاني ده بينك. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناه، ويا ريت تتابعوني ان شاء الله قريب باذن الله. هعمل لكم العقد بتاع الخاتم ده. يا ريت
اكون ما طولتش عليكم. كان معاكم هبة. باي باي.